ريبيرو يحسم مصير عبد القادر من القيد بقائمة الأهلي للموسم الجديد. يحسم الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي موقف أحمد عبد القادر لاعب الفريق والعائد من الإعارة إلى نادي قطر القطري من البقاء في الفريق وقيده في قائمة الموسم الجديد أو تسويقه مجددا سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي. ومن المنتظر أن يحسم مسؤول النادي الأهلي موقف عبد القادر النهائي خلال الجلسة التي ستتم بين ريبيرو ولجنة التخطيط بالنادي الأهلي خلال الساعات القادمة بعد عودة المدرب الأسباني إلى القاهرة. ووضع مسؤول النادي الأهلي خطة لتحصين أحمد عبد القادر لاعب الفريق والعائد من الإعارة إلى نادي قطر القطري خوفا من رحيل اللاعب بشكل مجاني حال عدم قيده في قائمة الموسم الجديد أو فشل انتقاله لأي نادي آخر. ويعمل مسؤول النادي الأهلي لقيد عبد القادر في قائمة الفريق تحضيرا للموسم الجديد حال فشل انتقاله لأي نادي آخر أو عدم قيد اللاعب بالعروض المقدمة للحصول على خدماته في الميركاتو الحالي حال أصر على تحديد وجهته القادمة بنفسه. ويمتلك أحمد عبد القادر عرضا من نادي الزمالك للتعاقد معه في صفقة انتقال حر حال الرحيل المجاني عن النادي الأهلي والحصول على عقد مالي كبير نظيرا للانضمام المجاني. ولكن يعمل مسؤول القلعة الحمراء